صباح الفل وصباح الياسمين وصباح النرجس على عيونكم، احلى اخوات واحلى صحاب. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى معانا روتين خفيف كده حلو، يا رب يعجبكم وتقومي كده وتتشجعي بيه ان شاء الله، وتقومي تشوفي اللي وراكي باذن الله كده، يا رب يعجبكم. وعايزه اتكلم معاكم كلمتين كده، كلمتين من القلب بجد يعني. ان انتوا، انا الحمد لله يعني، الحمد لله وفضل من ربنا. ابني كان تعبان بشكل مش طبيعي، كان تعبان جدا والله العظيم، يعني تقولوا كده كان بين الحياة والموت. الحمد لله على كل حال، ودلوقتي بقى زي الفل. بس انا احكي لكم الحكاية يعني عشان ايه؟ عشان تاخدوا بالكم ان احنا ما نبصش للعيل كده ما يقولك بطني وجعاني وتهملي فيه. لا، بأمانة والله العظيم الموضوع ده كان هيضيع ابني مني، ابني كان هيضيع بمعنى الكلمة. ابني جه يوم اسبوع اخته الصبح الساعة 9، صحي من النوم بيقول لي انا بطني وجعاني يا ماما. قلت له انت اكلت ايه؟ قال لي انا اكلت كشري، اكلت كشري. فالكشري دوت ظهر عنده حاجة احنا ما كناش عارفينها واحنا ما نعرفش. فقلت ايه؟ قلت ده مغص عادي او جاله تلوث من الكشري اللي كله من بره او ميكروب. المهم جبنا من الصيدلية حقنتين وحطيناهم مع بعض، وبنت عمته اديتها له، كتر خيرها يعني. المهم الواد برضو بقى فيه ترجيع ومش مرتاح. قلنا ايه؟ رحت خدته الصيدلية. وموضوع الصيدليات ده مش حلو مش حلو مش حلو، ما تستسهلوش يا جماعة والله العظيم، ما تستسهلوش في صحة ولادكم بأمانة. والله العظيم خدته الصيدلية ورحت قلنا للدكتورة اللي حصل له، راحت مدياله اللي هو الفلاجيل ده مطهر معه واديتهوله. ابني قعد على الحال دوت 3 ايام. ابني عنده 15 سنة على فكرة يعني. ابني ده عبارة عن شعلة نشاط، ما بيقعدش في البيت بمعنى الكلمة. فال3 ايام دول ابني كان موجود في البيت، ولا قادر يطلع ولا ينزل ولا يروح ولا يجي، ويقول لي بطني يا ماما، بطني يا ماما، انا مش قادر يا ماما، بطني وجعاني. والصراحة ساعتها ظروفي ما كانتش سامحة والله، يبقى بكلمكم بأمانة ان انا اخده واكشف عليه. المهم جه تالت يوم قلت لابوه لا، الواد تعبان وانا مش هستنى عليه اكتر من كده، الواد مش موضوع ايه تلوث ولا تسمم ولا كده، لا انا لازم اخده واكشف عليه. المهم اتصرفنا وخدته ورحت حجزت وكشفت له. الدكتور قعد سأله شوية أسئلة، قال لك لا، ده كده اشتباه زايدة، ده كده ايه؟ اشتباه زايدة. انا مش بحكي لكم والله عشان اعرفكم ولا اقول لكم، لا انا بحب ايه؟ ان انا اوعيكم وافهمكم اللي ابني وصل له بسبب الاهمال. وفي برضو في حاجات كانت فيه احنا ما نعرفش عنها حاجة. المهم قال لك ده اشتباه زايدة، وانا دلوقتي هحولكم على المستشفى، وايه، وهي تشوف ايه هناك هيعملوا له سونار واشعة والكلام ده. خدت ابني قلت له، حتى اختي كانت معايا قالت له يعني ما ينفعش الصبح يا دكتور نوديه؟ قال لها لا دلوقتي. الكلام ده كان الساعة 11 بالليل. رحت وقال لي مش هكتب لك حتى مسكن، الله يجازيه خير، عشان لما يروح هناك ويشوفوها يقول لك ايه ده كويس ما فيهوش حاجه، لكن انا مش هكتب له مسكن ولا حاجه. خدنا بعضنا ورحنا المستشفى انا وابوه، وهو ابوه خده ودخل، عملوا له سونار وعملوا له اشاعه. قال لك لا دي زايده
ولازم تتعمل، لازم تتعمل. المهم حجزوه. وتاني يوم ايه عمل البتاع العصر العملية. الدكتور بقى لما شافه، ما دخلوا عمل له العملية، طلع لوالده قال له ابنك الزايدة دي فيه من زمان. قال له ازاي يا دكتور؟ هو ما حسش بيها قبل كده، يعني ما عمره ما اشتكى من زايدة ولا اشتكى من اي حاجة، الحمد لله. قال له لا، ابنك تعبان من زمان، ابنك الزايدة دي عنده من زمان، لدرجة ربنا يعافيكوا يا رب، ربنا يعافيكوا ويعافي ولادكوا، كانت عاملاله صديد والتهابات وفيها خراج. بقى كلنا مستغربين ازاي ابني كان مستحمل ده كله. يعني بصوا ان احنا كنا عمالين نقول، يعني لولا ان انا رحت كشفت له، ابني كان راح مني بسبب الموضوع ده. نمني عنده عامله له صديد لدرجة ان هي اتحركت من مكانها. الدكتور بيقول واحنا بنعمل له عملية ما كناش شايفينها. وربنا يعافيكم يا رب ويعافي ولادكم ويعافي الجميع. الزايدة لما اتحركت من مكانها خبطت في القولون. بصوا بقى اللي حصل بعد كده، خبطت في القولون وفي الطحال. الدكتور قال له بس هيقعد معانا 3-4 ايام عشان خاطر نتابعه، و95% الحاجات دي بتروح بالعلاج. قلنا تمام. ابني قاعد في المستشفى اسبوع وطلع وخلاص، والعملية زي الفل ومفيش اي حاجة. خرجنا، يعني ابني قاعد اسبوع اهو. بعدين ابني خرج من المستشفى، جه البيت نعمل له اكل. يعني هو في المستشفى طلبوا ان هو ياكل مسلوق وكده، وعملنا له وكل حاجات بسيطة. لما جه هنا قال لك اكلوه حاجات مشوية ومسلوق وكده. اليوم اللي جه فيه جبنا له نص فرخة، قلنا بقى ناكله. اخته تتحايل عليه ياكل، مش عايز ياكل، مش قابل اي حاجة في معدته، مش قابل اي حاجة فعلا. يا ابني طب كل، طب عشان العلاج ياكل لقمتين بالظبط وياخد العلاج ويروح مرجع العلاج. ابني قعد بتاع 3 ايام برضو مش مبطل ترجيع، مش مبطل ترجيع بمعنى الكلمة. مفيش حاجة قاعدة في معدته، وعمال يصرخ بطني بطني بطني، وما بيعملش حمام. خدوا بالكوا، ابني ما كانش بيعمل حمام، مش مية يعني، ما كانش بيعمل حمام. المهم قعدنا، يا ابني طب في ايه؟ مفيش تعبان. لدرجة ان الواد ابني في الكام يوم دول والله العظيم خس وعدم وعظم وشه بان. طب احنا يعني الدكتور كاتب له علاجات وكده. الموضوع بقى هنا ما كانش موضوع العملية، لا هي العملية خلاص وزي الفل ومفيش اي حاجة. الموضوع دلوقتي ان هو ما بيعملش حمام، ومفيش حاجة بتقعد في معدته، حتى شوية المية اللي بياخدهم بيرجعهم، مفيش حاجة بتقعد في معدته. طب مش عارفين نعمل له ايه، لدرجة ان عماته جم وبقوا قاعدين حواليه، اقسم بالله عمالين يعيطوا على شكل الواد. يعني الواد قاعد لا اكل ولا شرب. طب هنعمل ايه؟ خدوه ودوه لدكتور في عيادة لدكتورة. قلنا اهم حاجة عايزين ايه؟ دكتورة عندها سونار. الدكتورة راحت واخداه وراحت عاملاله، اديت له شوية حاجات كده في محلول، وعلقت له محاليل، وطلبت إشاعة، وعمل الإشاعة في ساعتها برضو. راح عمل الإشاعة وجابها ورجع للدكتورة بعد ما حطيت له الحاجات اللي ممكن تسهل عليه ان هو يعمل حمام. قالت لوالده الحاجات اللي انا حطيتها دي لو ما عملتش معاه حاجة تطلعوا بيه على الطوارئ الصبح. يعني البتاعة دي مدتها 12 ساعة. الكوكتيل اللي هي حطيته
في المحلول ده، مدته ايه 12 ساعة. خد الحاجة، والدكتورة شافت الإشاعة، لقت ربنا يعافيكوا يا رب عن ابني عنده انسداد معوي. انسداد معوي، الأكل محجر في بطنه، الأكل محجر في بطنه، مش عارف لا يطلع ولا ينزل، فبالتالي مفيش أي أكل هياخده هينزل، فبالتالي أي حاجة بياخدها، أي سوائل بياخدها. ابني ما كانش بيشرب غير مية، والله مية وعصير. عصير كان ياخده يرجعه، المية كان ياخدها يرجعها. حتى جه وقت قال لك أنا عارف إن أنا هرجع، بس ادوني مية أشربها عشان أرجع، عشان أعرف أرجع. والله زي ما بحكي لكم كده. المهم الواد فضل كده لغاية ايه، جه من العيادة. قلنا ايه الصبح كان عنده ميعاد بقى ايه مع الدكتور في المستشفى. كرم ربنا ابوه خده الصبح الساعة 7 وراح بيه المستشفى. اول ما الدنيا طبعا كانت زحمة هناك في مستشفى حكومة، فابوه راح مزعق، قال لهم يا جماعة انا ابني تعبان، وراح مدي للدكتور ايه الاشاعة. الدكتور اول ما شاف الاشاعة قال لك دخلوه على الاوضة دي على طول. دخلوه، راحوا برضو معلقين له محاليل، وراحوا يا حبيب قلبي يا رب ما حد يشوفها يا رب، علقوا له خرطوم في مناخيره متوصل بالمعدة، وفي كيس عامل زي الدرنقة كده، عشان خاطر لما يجي يرجع الترجيع ده ينزل في الكيس، وهو ما يحسش ان هو عايز يرجع، هو الترجيع ينزل لوحده. عشان طبعا ايه هيعلقوا له محاليل، فالمحاليل دي بدل الاكل بقى ايه بقى ينزل فيها. ابني قسما بالله فضل 18 يوم في المستشفى بسبب موضوع الانسداد المعوي ده. 18 يوم محجوز في المستشفى. عملوا له ايه بقى عشان خاطر الانسداد ده يتفك؟ وكرم ربنا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كرم ربنا ونية الواحد ان ربنا وقف مع ابني ان هو ما يعملش، لو طلبوا منه ان هم يعمل اشعة بالصبغة. الاشعة بالصبغة ديت هي اللي خلت ابني الحاجات اللي المحجرة ببطنه دي تنزل، الحاجات اللي متحجرة ببطنه تنزل. فايه نزلت ازاي؟ ابني لو ما كانش الاشاعة دي عملت معاه، ابني ربنا يعافيكوا يا رب ومحد يشوفها، كان هيعمل استكشاف. الاستكشاف ده بيبقى فتح من السرة لغاية الصدر فوق، عشان خاطر يعرفوا ايه يشوفوا اللي هو فيه ده، يشوفوا اللي هو فيه. فالحمد لله الحمد لله يعني، والشكر لله، هو محتاجش، بس فضل بقى يا حبيبي متعذب، ولا اكل ولا شرب، ما سمحولوش بالاكل غير اخر يومين قبل ما يخرج. قال لك عشان نعرف نشوف الاكل هيعمل ايه لما يخش معدته، برضو مسلوق. ويا حبيب قلبي والله العظيم طول ما هو كان موجود في المستشفى عمال يتفرج يا حبيبي على فيديوهات الاكل. اقول له يا حبيبي طب انت كده بتعذب نفسك، كده. يقول لك لا انا اما اخرج عايزكم تعملوا لي ده وتعملوا لي ده وتعملوا لي ده. اقول له يا حبيبي عينينا ليك. فانا بتكلم ان احنا ما نهملش وما نقولش لا ده شوية مغص، دي حاجة بسيطة، اهو انا كنت فاكراه مغص، وعمره ما اشتكى بموضوع زي ده ولا اي حاجة، ولا جاله مثلا قال لك ده انا بطني وجعاني وطب نديله حاجة، طب نروح نكشف. لا، هو جه مرة واحدة كده. ربنا يكفينا ويكفيكوا يا رب شر الغفلة.
شر الحاجات اللي بتيجي غفلة كده يا رب. يا رب ما تشوفوا الا الخير والصحة، ويبارك لكم في ولادكم يا رب. اي حد ابنه تعبان، ابنه حصل، يا رب ما تشوفوا فيهم حاجة وحشة، بس ما تهملوش، ما تعملوش زيي وتغلطوا غلطتي. الحمد لله ربنا عداها على خير. والله الناس كلها كانت بتعيط عليه، الناس كلها كانت بتدعي له، الناس كلها ما كانتش مصدقة ان ده حمزة. لما بقوا يشوفوا الصور، في ناس بقت تشوف الصورة بتاعته على الستوري ما عرفوش ان ده حمزة، غير لما انا مثلا بنزل واكتب. الحمد لله هو دلوقتي بقى كويس وبقى زي الفل. انا كان نفسي والله اصوره لكم كده وانزل، بس هو الصراحة نفسيته كانت وحشة جدا ومكانش عايزني اصور اي حاجة وانزلها. قال لي لا يا ماما تصورنيش وتنزليني كده وهو الخرطوم في مناخيره. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال. انا بقول لكم بس عشان تاخدوا بالكم يا جماعة، والله مش اكتر. نرجع بقى للفيديو ونرجع للنشاط تاني. هنا بقى روقت الانتريه ده كده بعد ابني جه طبعا، ما جه من المستشفى. انا نزل في كام فيديو اللي انا نزلتهم اللي فاتوا دول كانوا موجودين والله بقالهم فترة. يعني يعني موضوع الفيديو اللي انا ظهرت فيه دوت كان قبل ما يتعب وقبل السبوع، عشان انا كنت وعداكم ان انا يوم السبوع هعمل لكم فيديو بس مباشر وكده. لا ما عملتش عشان خاطر ايه، هو كان تعبان وانا اصلا ما عملتش اسبوع. يا دوب عمتها وولاد عمتها جم كده وهيصنا وخلاص، ما عملتش اي حاجة والله. الحمد لله الحمد لله اللي هي عدت على كده. نرجع بقى لنشاطنا وحيويتنا تاني. ده طبعا بقاله كام يوم كنت عامله له فيه بقى فرختين محشيين كده، قلت ايه احنا ناكل فرخة وهو ايه ياكل فرخة كده بقى. كان جاي بقى يا حبيبي محروم بقى ونفسه ياكل بقى حاجة محشية كده. فهنا بقى يا دوبك روقت الأوضة دي كده وخلصتها. كان بقالي فترة مش عارفة أعمل أي حاجة في البيت، بسبب إن أنا كل يوم بنزله، بروح له المستشفى وباجي بالليل متأخرة، فما كنتش بلحق أعمل أي حاجة في البيت والله خالص. يا رب محد يشوفها يا رب. أنا يا دوبك روقت بقى كده وكنست. والله ولا شلت ولا مسحت، يعني كده تروية كده على الماشي بس يعني. بس أصلا ما كانش حد بيروح ولا بيجي، فما كانش في حد معانا غير أنا وبنتي وساعات ابني وساعات جوزي. كان ابني بيبات معاه يوم، أخوه الكبير، و... وبنتي بتبات معاه، وأبوه بيبات يوم وأخوه يوم، أو أبوه يومين وأخوه يومين كده يعني. بس نايمة ولا صح؟ نايمة، دي حور حفيدتي. عايزة أعمل معاكم روتين بقى كده جامد، ربنا يسهل. أعمل لكم روتين حلو كده، روتين تشجيعي كده. أنا بعد ما خلصت الأوضة، بصوا النظافة حلوة.
هنا بقى وانا بمنتج الفيديو قصيت منه حتة يعني. هنا حطيت البصل حمرته، حطيت عليه الكبد والقوانص. هنعمل الخلطة بتاعت ايه، بتاعت حشوة الفراخ، وملح وفلفل اسمر وحبة بهارات وحبة وسنة قرفة. هنا بقى غسلنا الفريك غسلة حلوة عشان خاطر بيبقى فيه زلط كده مش باين، نقيناه تنقية حلوة يعني، وحطيته كده وشوحته. ايه يا لا تيتا، يا لاحي، يا حوري، مجننانا حور دي. يلا ما تنسوش اللايك. انا طبعا اول الفيديو ما قلتلكوش ان ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة في يوميات هند، وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ايه بنزله يا حلوين انتوا. ماشي يا حبايبي. انا بقى حاطه ايه، دي تركايه من عندي، واحدة مرقة دجاج عشان ايه، عشان ما فيش شوربة. لو في شوربة ما تحطيش المرقة الدجاج. هنا بقى هنسويه ايه، هنسوي الفريك دي الخلطة دي 3/4 سوا، مش سوا كامل، عشان لسه ايه هتتحط في الفراخ وتتسلق. سيبناها بقى تستوي. انا بقى جبنا الحلة عشان خاطر ايه نعمل فيها نسلق فيها الفراخ. انا كنت ناوية ان انا اشويها في الفرن، بعد ما حطيتها في الكيس الحراري لقيت الفرن مدلوق فيه حاجة وعاملة ريحة مدخنة الدنيا. طبعا خفت على النونة اللي عندنا، على حور هنا، من الريحة. رحت قافلة، قلت لا بلاها يتسلقوا احسن. اهو بصوا بعد ما حطيتهم في الكيس وفي الصينية قطعتهم ونكتفهم كده تكتيفة حلوة عشان ما يهربوش ويجروا، بس ممكن يطلعوا من الحلة ويجروا. نعمل ايه بقى ساعتها؟ نجيبهم من عند الجيران عشان نعرف نجيبهم بعد كده، فلازم تكتفيهم تكتيفة حلوة كده. هنا بقى حطينا المية والورق اللورا والحبهان وايه والفلفل الاسمر، حطهم بقى يتسلقوا.